السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد عثمان، والحلقة دي هنتكلم عن أنواع التأشيرات. الحلقة دي هتكون مقدمة عن التأشيرات أو الفيزا، والنهاردة هنتعرف على أنواع التأشيرات. أولا لازم نعرف يعني إيه تأشيرة، أو إيه هي التأشيرة، يعني إيه فيزا. ببساطة التأشيرة هو إذن رسمي بتديهولك أي بلد يعني بتديهولك بلد معينة عشان تدخل أراضيها. يعني مش أي حد يقدر يدخل أي بلد، لازم ياخد إذن أو تأشيرة من السفارة أو القنصلية. وفي طبعا دول بتسمح بالدخول إليها من غير تأشيرة، بس دي بتكون دولة معينة لدولة معينة تانية، بس ده موضوع تاني هنتكلم عنه بعدين. الأول خلينا نتعرف على أنواع التأشيرات. عندنا أنواع كتير للتأشيرات، وبتتقسم على حسب الغرض من السفر. أشهر أنواعها طبعا تأشيرة السياحة، ودي بتكون لو للشخص اللي عايز يسافر دولة عشان يتفسح من الآخر، يعني يزور أماكن مشهورة، يروح يصيف في بلد معينة. دي بتكون تأشيرة السياحة. تاني حاجة معانا تأشيرة العمل، ودي بناخدها عشان نشتغل في دولة معينة، وفي منها أنواع طبعا، قصيرة المدى وطويلة المدى. قصيرة المدى بتكون من فترة لفترة، يعني بتكون من يوم كذا ليوم كذا، ممكن 3 أشهر، ممكن سنة. أما طويلة المدى دي اللي ممكن تعمل بيها إقامة، بالإقامة دي تقدر ترجع وتطلع وتسافر لبلد تانية. تالت نوع معانا التأشيرة الدراسية، ودي بناخدها لو حابين ندرس برا، ندرس في أي دولة أجنبية، روسيا، الصين، أمريكا. والحاجة التانية والفيزا التانية أو الفيزا الرابعة فيزا ترانزيت. دي بتاخدها ازاي دي بقى؟ دي أو ليه ايه أسبابها؟ دي بتكون لو انت معندكش رحلة مباشرة، لو انت الطيران مثلا حاجز لك، بتكون طيارتين. الطيارة الأولى بتروح لدولة، مثلا لو انت مسافر من مصر لليابان، بتاخد الأول من مصر ترانزيت وليكن الإمارات، ومن الإمارات بتاخد الطيارة المباشرة اللي رايحة اليابان. وطبعا فيزا الترانزيت دي بتكون من تخصصات شركة طيران، هي اللي بتقدم، يعني هي اللي بتحصل عليها. انت بتحجز طيارة، تحجز تذكرتك، وشركة الطيران بتاخد فيزا ترانزيت، بتكتبها على التيكت بتاعك. في الزيارة العائلية، دي لو انت عندك أسرة مقيمة في الخارج، أو أقارب، أو ناس أقارب بيبعتولك زيارة إن أنت، أو دعوة رسمية إن أنت تروح تزورهم. أو لو أنت شغال بتشتغل في دولة برا، ومعاك إقامة، تقدر تسمح، يعني تقدر تدعو أسرتك إن هي تزورك أو تقعد معاك فترة معينة. وعندنا كمان تأشيرة الإقامة أو الهجرة. الهجرة دي لأي شخص عايز يستقر في بلد معينة، وطبعا دي من أصعب أنواع الفيز اللي الواحد ممكن يحصل عليها. في عندنا أنواع مهمة تانية وأنواع خاصة شوية. عندنا فيزة البيزنس، لو عندك مؤتمر أو رايح تخلص شغل أو عندك اجتماع في دولة معينة، بتاخد تأشيرة اسمها تأشيرة البيزنس أو رجال الأعمال. وفي تأشيرة الطبية أو العلاجية، لو هتسافر تتعالج في بلد تانية زي الصين أو ألمانيا مثلا أو تركيا،
وعندنا الأهم والأشهر التأشيرة الدينية أو الدينية، ودي بتاخدها للحج أو للعمرة أو للسعودية. التأشيرة الإلكترونية يعني التأشيرة الإلكترونية بتتعمل في دول معينة لكل أنواع التأشيرات اللي أنت شفتها دي، زي مثلا عندك تركيا أو جورجيا. أنت دلوقتي مثلا عندك اجتماع تقدر تطلع فيزا إلكترونية لتركيا أو جورجيا بدون بقى ما تروح السفارة أو تعمل مقابلة والكلام ده كله. طبعا أي دولة تانية غير الدول اللي بتسمح لك إن أنت تعمل تأشيرة إلكترونية لازم تروح السفارة ولازم تعمل مقابلة والكلام ده كله. ودي كانت حلقة النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتوا منها، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، تدعمونا في الكومنتات وتقولوا لنا رأيكم عشان نستمر في محتوى السياحة والسفر.